الوصفة دي يا جماعة حرفيًا اختراع، حاجة كده بجد رهيبة، تحفة، في 5 دقايق تجهز معاكِ. لو عندِك لفة جلاش في الفريزر محتارة تعملي فيها إيه ومتبهدلة وبقى لها مدة وأنتِ محتارة تعمليها إزاي، تطلعيها بسرعة، ولا ورقة هتدهنيها ولا تحشيها ولا أي حاجة. إحنا النهارده هنسقيها بالقشطة وهنعملها بطريقة حلوة جدًا من غير ما نورقها ولا نتعب نفسنا فيها. يالّا نسمي الله ونصلي على رسول الله، ندخل نشوف أنا باعمل إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة جبت لفة جلاش، وكانت لفة الجلاش دي عندي في الفريزر بقى لها مدة، طلعتها كده وبرمتها كده وعدلتها بُصّوا متبهدلة ومتقطعة خالص، من غير بقى ما أحط بافرد ورقة ولا أورقها ولا أي حاجة. هامسك كده لفة الجلاش وأعملها رول وهاقطعها شرايط بالشكل ده، أو شرايح كده، بس الشرايط بتاعتي أو الشرايح بتاعتي عايزاها ما تكونش عريضة، عايزاها تكون رفيعة. بعد ما قطعتها بالشكل دوّة هابدأ أفرّطها كده عن بعضها. بُصّوا أفرّطها كده وأفكها عن بعضها بالشكل ده. تمام. جبت بقى صينية مقاس 30، وجبت بقى حوالي 3 معالق كبار كده من الزبدة أو السمنة. أنا استخدمت زبدة على زيت، ودهنت الصينية بتاعتي دهنة كويسة جدًا. طبعًا أنتم عارفين إن الجلاش بيحب الزبدة أو السمنة، يعني بيحب المادة الدهنية تكون كويسة علشان ما يطلعش معجن معانا. بدأت بقى أوزّع رولات الجلاش أو شرايح الجلاش بالشكل دوّة، وأفرّطها كده وأوزّعها على الصينية، بحيث إن الصينية كلها تبقى ما فيش حتّة عالية وحتّة ما فيهاش، تبقى كده متوزّعة صح كده في الصينية. بافُكّها كده من بعضيها وأوزّعها كده بالشكل ده، وهاوزّع كل الكمية في الصينية كده، وبعد ما أوزّع كل الكمية هابدأ أساويها علشان تطلع كلّها متساوية وقد بعضها. تمام بالشكل ده. بُصّوا بنفرّطها كده كويس وبعدين نضغط عليها ونوزّعها كويس جدًا. بُصّوا ما فيش أسهل من كده. هاجيب بقى بقية الزبدة وهاوزّعها كويس جدًا على الجلاش بتاعي من فوق الوش بالشكل دوّة. بعد ما أوزّعها كده هابدأ إن أنا أضغط بالفرشة كده في كل حتّة علشان الزبدة بتاعتي تتغلغل كده جوّه الجلاش، بحيث إن هو يتسقى كويس جدًا كده كلّه بالزبدة والزيت. حابة تستخدمي سمنة، حابة تستخدمي سمنة على زيت، زي ما تحبي، زي ما تفضّلي. المهم إن يكون في الوصفة ديّة يا إمّا زبدة يا إمّا سمنة. حابة تستخدمي معاهم زيت تمام، حابة تستخدمي سمنة أو زبدة بس برضه ما فيش مشكلة. بُصّوا باضغط كده بالفرشة عشان الجلاش يتسقى كلّه كده، والزبدة تتغلغل كده من جوّه الجلاش ويتشرّب كلّه بالزبدة. دلوقتي بقى بعد ما سقيته كده كلّه بالزبدة، هادخّله فرن ساخن على درجة حرارة 200 لغاية أول ما يحمَر من الحروف. هاشغّل الشواية لغاية ما ياخد اللون الدهبي الخطير اللي هتشوفوه دلوقتي ده. طبعًا الزبدة بتاعتي زاد منها كده حوالي معلقتين، هاخلّيهم على جنب لإني هاعوزهم في الآخر. دلوقتي بقى أول ما خرج كده والجلاش سخن، سقيته بحوالي نُص كوباية كده من الشربات كنت شايلاها عندي في التلاجة. ده طبعًا شربات خفيف مش تقيل. لو حابة تعمليه استخدمي كوباية من المَيّة عليها نُص كوباية من السكر، عصرة نُص ليمونة وفانيليا. أول ما تغلي على النار باعِد كده 3 دقايق أو 5 دقايق غليان، وبعد كده باطفي عليها على طول. دلوقتي بقى هنعمل بعد ما طلّعتها من الفرن هاسيبها تبرد، وهاعمل لها topping خطير جدًا يا جماعة. هاعمل قشطة حلوة أوي. استخدمت كده كوبايتين من الحليب، عليهم كده معلقتين كبار من السكر، وكمان ربع كوباية من دقيق السميد. القشطة دي مش قادرة أقول لكم طعمها يا جماعة تحفة، طعمها زي القشطة الطبيعية بالضبط. وكمان نزلت بمعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. هاقلّبهم كده على البارد وبعدين هارفعها على النار، على نار طبعًا متوسطة، وهافضل أقلّب فيها كده لغاية ما توصل لمرحلة الغليان، ويبدأ القوام يتقل معايا. أنا مش عايزة القوام يكون تقيل، علشان كده كانت المقادير مضبوطة جدًا. استخدمت كوبايتين من الحليب، عليهم ربع كوباية بس من السميد. السميد يا جماعة زيه زي النشا بالضبط، هيخلّي الكريمة بتاعتي أو القشطة بتاعتي تربط وتتقل. بُصّوا القوام عامل إزاي، القوام مش تقيل خالص ولا متكتل. القوام بُصّوا كده أنا عايزة القوام بالشكل ده، يكون مش تقيل، يكون متوسط. سقيت بقى طبعًا الجلاش بتاعي بالقشطة كده من الخارج مش من الداخل. سقيته كده بالقشطة، وعندي بقى كان قشطة من وش الحليب، خدت كده معلقتين، ودي طبعًا خطوة اختيارية. معلقتين كده من القشطة الطبيعية هاوزّعهم كده فوق قشطة السميد اللي أنا عاملاها. قشطة السميد أو قشطة الحلويات الخطيرة دي. هاوزّع كده القشطة الطبيعية اللي هي بناخدها من على وش الحليب. دي خطوة اختيارية يا جماعة، لو حابين تعملوها أو متوفر عندكم القشطة اعملوها. وزعت كده معلقتين القشطة بالتساوي فوق قشطة السميد أو قشطة الحلويات بالشكل ده. وجبت بقى معلقة الزبدة السايحة دي أو معلقتين الزبدة السايحة، هاخد منهم كده حوالي معلقة كبيرة
واوزعها كده فوق الوش. ممكن تستغني عن الزبدة وتدي كده رشة خفيفة من السكر. وهاقول لكم أنا وزّعت الزبدة دي ليه دلوقتي، علشان أنا هادخّلها الفرن وعايزاها تاخد كده اللون الجراتان اللي هو الدهبي ده، اللي بيطلع كده زي مثلًا زي ما بنعمل أم علي أو بنعمل العزيزية. الطريقة دي يا جماعة كانت تحفة. دخّلتها بقى الفرن بس على الشواية بس، يعني شغّلت الشواية بس علشان تاخد اللون الخطير ده، وكمان تتماسك القشطة على الجلاش، تبقى كده كلّها حتّة واحدة. دلوقتي بقى هاقطّعها معاكم وهي سخنة بالشكل ده. بصوا بقى القشطة متماسكة وشكلها رهيب على الجلاش، ومش قادرة اقول لكم الطعم عامل ازاي. من فوق طرية ومسقية كده بالقشطة وغرقانة في القشطة، ومن جوه الجلاش مقرمش وطعمه رهيب. مش مسكر ولا اي حاجة، وسكره كان معتدل جدا وكان حلو قوي، ومش قادرة اقول لكم الطعم بيدوب دوبان. جيب بقى رشة كده من جوز الهند، ورشة كمان من السوداني، او ممكن تستخدمي اي نوع من انواع المكسرات، وممكن تسيبيها سادة كده. بس أنا الحتّة اللي أنا قطعتها لنفسي رشّيت عليها كده جوز هند وسوداني. مش قادرة أقول لكم يا جماعة الطعم عامل إزاي، بجد اختراع. جلاش بالقشطة الطبيعية، القشطة اللي طعمها خطير جدًا، وبجد تحفة جدًا يا جماعة. جرّبوا الوصفة دي وانسوا أي طريقة تعرفوها عن الجلاش، بجد هتعجبكم جدًا. أتمنى النهارده يكون الوصفة عجبتكم وتجرّبوها. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد. بجد يا جماعة اختراع حرفيا، أنا قمت كده عملت الحاجة الحلوة دي وأنا اللي اخترعتها بجد النهاردة، وبجد هتعجبكم جدا. جربوها يا حبايبي بجد لذيذة جدا. ما تنسوش يا حبايبي لايك للفيديو وتعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا. وجربوا الوصفة ديت وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات، وكمان شير كتير بقى للأصدقاء عشان الوصفة توصل لأكبر عدد والكل يستفاد. ولايك للصفحة ودوسي على كلمة متابعة عشان يوصلك كل فيديو كل جديد بنزله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.